يا هلا ومرحبا فيكم. ابي اسوي معاكم اليوم حلوة الساقو. حلوة الساقو، طبعا الساقو احنا متعودين عليه اللي لونه ابيض، بس انا جبته معاي من البحرين، لقيته بالاسواق المحرق، الدكاكين هناك عندهم. لقيت هذا الساقو الملون، في من الاحمر السادة وفي من الاخضر السادة، فانا عجبني هذا اللون. طبعا الساقو مكوناتها شكر، الهيل، ماي الورد، منقوع ماي الورد مع الزعفران. أول خطوة الحين عندنا الساقو. عندي كوب ساقو نصب عليه ماي ونتركه مدة 10 دقايق، لأن الساقو هو راح ينتفش من البداية. كذي ننقع الساقو تقريبا مدة 10 دقايق لين تتنفخ معنا الكور هذه الصغيرة. هذه الخطوة الثانية، نكرمل الشكر. أول ما يتغير لونه على طول نبتدي نصب الماء ونخلي الماء يغلي لين الشكر اللي تحت تشوفونه كله يذوب. الحين بعد ما تأكدت إن الشكر كله ذاب، الحين راح أنزل الساقو اللي منقع. هذا الملون أول مرة أسويه، عادة الأبيض. شوف شلون. الحين أبتدي أخلط، أتركه على نار هادية لين كل الكوار تفللوا عن بعض. نتركه على نار هادية شوي. من يبتدي شوي شوي الأطراف تبتدي تقلب، راح أنزل عليهم ماي الورد والزعفران. شوفوا شلون انعقدت. الحين نحط ماي الورد مع الزعفران، نحط الهيل عليهم. إذا حابين مكسرات بهذا الوقت تقدرون تحطون، إذا ما تحبون المكسرات عادي. نبتدي نخلط. ما حطيت الهيل وماي الورد، الحين قطعة زبدة أو سمنة. هذا الساقو طبعا أنا حطيت له المكسرات، ونزين بعد بالمكسرات. ونصب الساقو. طبعا أنا حطيت معاهم اللوز المنصف، وانتو على ذوقكم عاد تحطون معاها ولا لا. شفتوها؟ شوف شغلوها. هذه راح تجمد بعد شوي، راح تصك. ونزينها عاد بالفستق. بالكاجو.